بعديه مشهد بتاع النيابة، لمّا كان علي اتهموه في قضية القتل آه. وكانوا واخدينه خلاص على النيابة إمم. وصُدر الأمر بده. إمم. ظروف المشهد ده أنا كنت عيانة جدًا، كانت إمم. درجة حرارتي عالية، إمم. ويعني كنت بايظة خالص إمم. ومش قادرة وسخنة ومخرّفة إمم. وحالتي حالة. و و و و وعشان كان مشهد يعني مش عارفة ظروفه طلعت كده، إمم. المشهد ده كان صعب جدًا بالنسبة لي، جسمي قعد يترعش وقعدت أعيّط، ولمّا قعدت إمم. أصرّخ وما تسيبنيش، وتخيّلت بجد إنه إمم. حد أنتِ إمم. بتحبيه هيروح منِّك فجأة. إمم. يعني دايمًا إحنا بيبقى عندنا بطبعنا اللي هو بتخافي تفقدي طبعًا، حبيبِك آه أو كده طبعًا. دراما إمم. الحياة عمومًا. النساء يعني. آه. فالمشهد ده أثّر فيّا أوي، 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 إمم. وتعبني نفسيًا وقعدت أعيّط بجد، أنا إمم. باعمله قعدت أعيّط بجد، إمم. وما تسيبنيش وباسيب إيدي وهو بيشد كده، أنا وقعت إمم. بجد لإن أنا دايخة من آه. السخونية والصريخ إمم. وكده، فالمشهد ده كان صعب الحالة أوي. ساعدتِك كمان الحالة المرضية ساعدتني اللي أنتِ جدًا. فيها آه. لأ بجد كان مشهد إمم. مؤلم جدًا. خدي بالك من ابننا يا روح. انت اللي بتقول كده يا علي؟ ان شاء الله انت اللي هتطلع وتربيه. طمني والنبي. للأسف علي موقفه صعب. شهادة مديرة الدار كانت سيئة جدا. بتقول إنه اتحرش بالبنت أكتر من مرة. اللي انت بتقوله ده كذب، طبعا كذب. علي لا يمكن يعمل كده ابدا. يلا معايا. معاك مين يا علي؟ ما تسيبنيش. يلا معايا يا متهم. ما تسيبنيش يا علي والنبي. يا علي لا. المرّة اللي فاتت أنتِ كنتِ بنت زوات، زوات بلدي بس زوات، يعني ضايقة النعمة وعايشة ده ومُرفّهة حقيقي. يعني، والمرّة دي أنتِ من عيلة بسيطة جدًا ومستوى يعني متواضع إمم. جدًا ماديًا يعني. إمم. حسّيتِ بالفرق ده إزاي أو يعني كان سهل أداؤه والّا صعب؟ since إنِّك أنتِ تنتمي أصلًا للحلقات الأولانية، الجزء الأول. لأ بس لأ ما حسيتش بفرق أوي. إمم. هي كان لبسها بسيط بس وحياتها بسيطة وبتشتغل إمم. يعني شبه ناس كتير يعني، إمم. مش كانش بعيد أوي يعني. إمم. بالعكس أنا حبيت تفاصيل روح أوي، أكتر إمم. بكتير من آسيا. إمم. إمم. بالنسبة لي تفاصيلها كانت أحلى بكتير. إمم. لأ الفرق الاجتماعي هنا كانت متدلعة، هنا دي شقيانة. إمم. التانية كانت شوية هايفة. آه. هنا دي عندها مسؤوليات وعندها عيلة وعندها أبوها عليه كمبيالات والراجل عايز يتجوزها إمم. وعندها ضغوطات كتيرة يعني. إمم. إمم. عايزة أسألِك على الحالة بتاعة المشهد اللي أنتِ عملتيه وأنتِ عيانة ده، إمم. اللي هو اندمجتِ فيه جدًا وكذا. آه. قايم جدل الأيام دي الجدل ده على فكرة عمره سنين طويلة جدًا، أوكي. حكاية تندمج والّا ما تندمجش، تدخل في إطار بهاء ومش عارفة إيه الشخصية، آه. والّا أول ما يتقال stop أو cut أنت بتطلع برّه فورًا حسب حالة الاحتراف، أنتِ مع مين؟ لأ أنا بالنسبة لي في المشهد ده إمم. هو قال cut وأنا قعدت أعيط بجد. آه. بيقول cut وأنا باعيط بجد وباترعش، حتى أحمد العوضي جه قوّمني من الأرض بجد، آه. والمساعدة بتاعتي كانت قاعدة بتعيّط على جنب، إمم. وأنا كنت لأ هو قال كات وأنا مكمّلة عياط ومتأثّرة إمم. جدًا، لمّا إمم. صرّخت جامد من قلبي حسّيت ما أعرفش في حاجة طلعت، قعدت جسمي كلّه قعد يترعش يعني إمم. لأ، مش دايمًا بتطلعي برّه الحالة لأ، مش آه. دايمًا. طيب لمّا حصل إنه روح راحت. كوكو كده، أنتِ كنتِ لسه بتصوّري في رمضان؟ آه. فأنتِ شايفة آه الreaction طبعًا. حسّيتِ بإيه ساعة يعني reaction الناس اللي كانوا بيقابلوكِ، بيعملوا إيه إنِّك أنتِ ما يا بقيتيش خرابي! موجودة روح لمّا كروح؟ لا، 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 لأ. إمم. دي كانت المفاجأة، ده إمم. بالنسبة لي بقى عرفت إن هنا روح عملت حققت حاجة. إمم. وبالنسبة لهم كلّهم المُخرج ما فيش إمم. حد يعرف حد ليه علاقة بعلي كلاي إمم. أو بفريق علي كلاي من قريب أو من بعيد أو بيارا السُكّري من قريب أو من بعيد، إمم. إلا أمّا جاله تليفونات من الدنيا كلّها. إمم. هي بجد ماتت؟ إمم. هي ماتت بجد؟ لأ إمم. أكيد هترجع، لأ إمم. إحنا مش هنكمّل المسلسل، إمم. لأ مش عارفة إيه. بجد إمم. هنا كان عمل حالة كبيرة جدًا وقت اختفاء روح، والناس كانت إمم. بتقابلني في الشارع، أنتِ مُتِ؟ لا إمم. والله العظيم ما مكمّل المسلسل، إمم. إمم. والله ما مكمّل المسلسل، موّتوكِ، مش إمم. عارفة إيه، كده.
لأ هنا اتأكدت بجد إن روح عملت حاجة مع الناس. وقال الناس دحي. لا يا جماعه اكيد لا. لا لازم الجثه، الاقي الجثه. خلاص يا روحة، سيبيني لوحدي. حقك يا روح ده جاي، هيجيبوا علي فلاي، ويا روح ما بعدك روح، وحي على اللي جاي. طبعا يعني اللي حصل ده كتير قوي، ووفاة روح دي أثرت فينا كلنا، والبقاء والدوام لله. وأنا والله لو أعرف إن ده هيحصل ما كنتش هضايقها أبدا ولا همد إيدي ولا حاجة، فيا رب تكون مسامحاني. والعودة العودة بقى كان عامل زي ماتش الصعود كده بتاع كأس العالم. لأ دي كانت أحلى حاجة بصراحة، كنا في اللوكيشن وقتها، اتفاجئنا بالفيديوهات بتاعت الناس، كلنا كنا مبسوطين قوي بصراحة. على فكرة الواحد لما بيرتبط بالحاجات دي بيبقى طبعا. يعني أنا طبعا إيه على سني، يعني أنا من عشاق طبعا سيلفستر ستالون. طبعا. مولود معايا في نفس السنة ونفس برجي، ويعني في حالة كده. أيوه. فعامل هو سلسلة أفلام اسمها اكسباندبلز. 1 2 3 امبارح لقيت 4. أوكي. ففتحت 4 ده يا أختي. لقيت الاكسباندبلز دول هم شلة بقى كلهم فيها كل العتاولة بتوع السيما بتاع الأمريكاني. ماشي. ويا أختي سيلفستر ده راح ميت أول 10 دقايق. أنت هتكمل نهار إزاي؟ أسود. ده البطل. سيلفستر. يا دي النيلة السوداء. ووقعت بيه الطيارة قال واتحرق. أنا قعدت مقهورة ورحت نايمة على روحي. كويس؟ خلاص مش هكمل. أنا نمت طبيعي، مش فاهمة. أنا قاعدة دلوقتي بقول أما أروح لا مش معقول هيموتوا سيلفستر في أول 10 دقايق في الإكسبندبلز، يعني صح. مش طبيعي. بس ده بان محروق. فما تعيش الحالة دي. ما أنا مت محروقة. ولقوا جثة. قد كده الناس بترتبط بالحاجة الدراما اللي بتحبها أو الممثلين اللي طبعاً. بيحبوهم أو كده اللي بشكل. بيتأثروا بيهم وبيدخلوا قلوبهم. هم لما هي ماتت كلهم ابتدوا التحليل. طب ازاي شنطتها ما اتحرقتش؟ طب ازاي مش عارفه ايه؟ لا هي اكيد ميادة خطفتها. لا هي اكيد هتطلع عايشه. امال ازاي هيكمل ازاي؟ لا ابتدت الناس كل حد يشوفني، كل حد، ما فيش حد من قريب ومن بعيد حرفيا ليه علاقه بالمسلسل الا وجات له المكالمه. لازم جات له مكالمه. يا روح عايشه ولا ميته؟ اكيد هتعيش. اكيد مش هيموتوها. لا ماتت ليه كده؟ وحشتني يا مرات الغالي.